ازيكم، اخباركم ايه؟ الفتره اللي فاتت طلع لنا ترند كان غريب جدا. مره واحده لقينا الشعب كله عمال يحط حاجه كده غريبه لونها اخضر على الاكل. الواحد اتخض بصراحه. ايه ده يا جماعه؟ ما تفهمونا الدنيا. طيب ما الواحد بيقلق برضه من الحاجات الخضرا دي. قال لك يا سيدي ده البيستاشيو وده ترند طالع اليومين دول، واللي ما يحطش من البتاع ده على الاكل يبقى متخلف ورجعي وما عندهوش اي ذوق في الاكل ولا عنده حس الفود بلوجر. ومن هنا بقى وعينك ما تشوف الا النور، كل حاجه بقت بالبيستاشيو، كنافه بالبيستاشيو، بسبوسه بالبيستاشيو، وقطايف ورز بلبن وام علي، وزي ما انت عايز تقول قول. وشفنا في رمضان والعيد اللي فاتوا اختراعات لا حصر لها، الشيء المشترك فيها كلها هو البيستاشيو. دول حتى يا جدع ما سابوش اكله الغلابه في حالها وعملوا لنا الفول والطعميه بالبيستاشيو برضه. الواحد فضل يدور ايه البيستاشيو اللي غرق البلد مره واحده كده. ما احنا برضه مش اي حاجه نشوفها في الهند نجري نجيبها، انتوا عارفين الناس دي ياما بتعك يعني. بس بعد فتره وجيزه اتضح لنا ان البيستاشيو ده ما هو الا الفستق، مش حاجه جديده يعني. هم بس اللي دلعوه شويه، كان ضحيه معانا في كل اكله وكل اختراع. بس عارف لما تفكر في الموضوع مش هتلاقي ان بس الاكل والشرب هم اللي اتغيروا بقوا بالبيستاشيو، لا ده الانسان هو كمان بقى بالبيستاشيو ومتغرق بيستاشيو كمان. وما تستغربش من الكلمه، الانسان فعلا ما بقاش زي زمان. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيظ المثقفون. زي ما حولنا الكنافه بالفستق لكنافه بالبيستاشيو، الانسان هو كمان اتحول من انسان عادي بسيط واصيل لانسان بالبيستاشيو. التحول الرهيب اللي بقينا بنشوفه في حياه الانسان خلانا نسال سؤال مهم جدا، هو ليه كده؟ لا بجد يعني ليه كل حاجه كانت موجوده في اصولنا وثقافاتنا بقينا بنحاول اننا نغيرها؟ ليه كل كلمه متعودين ان احنا نقولها من اجدادنا بقينا بنحاول ان احنا نقولها بطريقه مختلفه وبلكنه مختلفه؟ ليه الفستق بقى بيستاشيو والجبنه بقت تشيز والقهوه بقت كوفي والحذاء بقى شوز وقيس على ذلك كتير؟ يعني هي كده الطف يعني؟ هو احنا لما نقول شوز بدل حذاء يعني يبقى احنا كده محترمين وولاد ناس ومتربيين 50 مره؟ ما هي يا جدع، ايه القيمه الاضافيه للموضوع؟ وهل لو احنا قلنا بيستاشيو او تشيز هيبقى الاكل اطعم يعني؟ ولا اي حاجه هتتغير. هو بس زي ما احنا اخترعنا اضافه جديده تتحط على الاكل وقلنا ده البيستاشيو على اساس يعني ان هي حاجه هتدي قيمه اضافيه للاكل، نفس الشيء احنا كبشر بنحاول نحط قيمه اضافيه لينا. القيمه الاضافيه دي ممكن تكون كلمه اجنبيه او لبس مثلا، وكاننا عايزين نقول احنا ناس جميله ولطيفه، بالرغم من اننا فعلا ناس جميله ولطيفه والله. وتغييرنا لاسلوبنا ولهجتنا مش هيغير مننا ولا حاجه، ولا هيدينا قيمه اضافيه، ولا اننا لما نحاول نقلد الغير فاحنا كده هنظهر قدام العالم ان احنا ناس جامدين قوي ومتقدمين زي الناس اللي هناك دول. طبعا هيجي حد دلوقتي يقول لي طب ما تسيبي الناس في حالها يا عم، تقولي اللي هي عايزاه وتتكلم براحتها. انا برضو يا اخي ماليش ذنب ان ما بقتش مستوعب نص الكلام اللي بيتقال، ولا ليا ذنب ان ما بقتش افهم الاعلانات اللي بتظهر لي دي بتقدم ايه، او مثلا لو حبيت ان انا اعرف شرح او معلومه من حد معين ما بقاش مستوعب الكلام اللي هو عايز يوصله لي. ولا عيالي ليهم ذنب بعد كده انهم يطلعوا ويتعلموا من الناس ثقافه غير اللي المفروض يتربوا عليها، سواء في الكلام او اللبس او في الاسلوب والمعامله. وصدقني الموضوع لما اننا نقلد الغير فاحنا كده مش هنبقى جامدين، ولا مثلا هيبقى معانا مهارات اضافيه تنفعنا في الشغل، ولا ان الناس او اللغات اللي بنحاول نقلدها احسن مننا او من لغتنا. وانت عارف قد ايه ان لغتنا وثقافتنا اجمل بكتير. طب بذمتك انهي احسن، فستق ولا بيستاشيو؟ انطقها كده وقول لي. طبعا الجماعه بتوع كيميت وانا اصل فرعوني وجدي كان رمسيس الثاني، الكلام ده مش ليكوا خالص، انتوا زي الفل، كملوا زي ما انتوا، الله ينور. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. بالمناسبة تعالى أقول لك حاجة، فاكر الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الإنسان الصهيوني؟ كنا بنقول وقتها إنه إنسان بلا هوية وبلا أصل. بس الملفت في الموضوع إن مؤسسين الصهيونية كانت من أول الحاجات اللي اهتموا بيها واشتغلوا عليها هي اللغة. إزاي بقى؟ لما لقوا إن كل واحد حرامي فيهم جاي من حتة شكل، قال لك ما هو كده مش هينفع، إحنا لازم نحط حاجة تربط شوية الحرامية دول كلهم ببعض. وهنا طبعا ما كانش فيه غير اللغة، ومن وقتها والكيان ده بيتكلم العبرية وهي اللغة الرسمية هناك. عرفت بقى ان اللغة هي واحدة من اقوى الحاجات اللي تقدر تجمع الناس وتديهم هوية يرتبطوا بيها. وبالمناسبة هناك بيدرسوا العلوم الاساسية زي الطب في جامعاتهم باللغة العبرية، علشان بس الناس اللي بتجادل في تعريب الطب من وقت للتاني دول ما كملوش 100 سنة. ها الموضوع باختصار يا جماعة ما هو الا زي ما ابن خلدون قال: المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده. وطبعا احنا عارفين ابن خلدون يقصد ايه، وعارفين برضه احنا المفروض نحط نفسنا في خانة المغلوب ولا في خانة الغالب المنتصر.